إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. ألا وإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي نبينا محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد عباد الله، فإن العاقل لا يأمن تغير الأحوال ومفاجأة الأحداث، وعليه أن يكون دائم الشكر لله رب العالمين على ما أحدثه له من النعم، وأن يحذر أشد الحذر أن يكفر نعمة الله فتنفر عنه، وحري بها إذا نفرت ألا تعود. ولنا في رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أسوة حسنة، وقد كان من دعائه صلى الله عليه وعلى آله وسلم: اللهم إني أعوذ بك من زوال نعمتك وفجاءة نقمتك وتحول عافيتك وجميع سخطك. فالدنيا يا عباد الله لا تدوم على حال ولا يستقر لها قرار، تتزين بين يدي الخطاب حتى إذا تعلقوا بها أدبرت عنهم وسامتهم سوء العذاب. هذا وإن من أعظم وأشد الأمور وقعا على النفس يا عباد الله حينما تقبل الدنيا عليهم وقد حصلوا منها على ما لم يخطر لهم على بال، فلما أصبحوا فإذا بهم يتقلب بهم الحال. وفي ذلك يقول الصادق المصدوق صلى الله عليه وآله وسلم: حق على الله ما ارتفع شيء من الدنيا إلا وضعه. حق على الله ما ارتفع شيء من الدنيا إلا وضعه. ومن قلب صفحات الماضي ورأى ما حل في السابقين من ذهاب الدنيا من بين أيديهم بعد أن حصلوا منها على عظيم الملذات من الجاه والملك والسلطان والمال، رأى في ذلك أعظم العبر والعظات. فالعاقل من كان منها على خطر، فإن أقبلت وأصابه خير شكر، وإن أدبرت وأصابه الضر صبر. عباد الله، لما سجن يحيى بن خالد البرمكي وبعض بنيه أيام هارون الرشيد، قال له بعض بنيه وهم في السجن والقيود: يا أبت، بعد الأمر والنهي والنعمة صرنا إلى هذا الحال. فقال يحيى: يا بني دعوة مظلوم سرت بليل ونحن عنها غافلون، ولم يغفل الله عنها. ثم أنشأ يقول: رب قوم قد غدوا في نعمة زمنا
والدهر ريان غدق، سكت الدهر زمانا عنهم، ثم أبكاهم حين أبكاهم دما حين نطق. وكان يحيى بن خالد هذا ممن يجري على الإمام سفيان بن عيينة رحمه الله كل شهر 1000 درهم. وكان سفيان رحمه الله يدعو له في سجوده ويقول: اللهم إنه قد كفاني أمر دنياي فاكفه أمر آخرته. فلما مات يحيى رآه بعض أصحابه في المنام، فقيل له: ما فعل الله بك؟ فقال: غفر لي بدعاء سفيان. ومما قاله الفضل وهو ابن يحيى، الفضل بن يحيى البرمكي، عندما سجن قال: إلى الله فيما نالنا نرفع الشكوى، ففي يده كشف الضر والبلوى. خرجنا من الدنيا ونحن من أهلها، فلا نحن في الأموات فيها ولا الأحياء. إذا جاءنا السجان يوما لحاجة عجبنا وقلنا هذا من الدنيا. وأقول قولي وأستغفر الله لي ولكم فاستغفروه من كل ذنب يغفر لكم إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة الحسنى للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، بعث أنبياءه ورسله مبشرين ومنذرين. وأشهد أن نبينا محمدًا عبده ورسوله الصادق الوعد الأمين، صلى الله عليه وعلى آله الطاهرين، وعلى سائر من اقتفى أثره واتبع منهجه بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد عباد الله، فإنه من طالت به الأيام رأى أعظم العبر. إنه من طالت به الأيام رأى أعظم العبر، فكان خائفا حذرا من مزلة القدم ومن شدة الزمان وقلته ومن شماتة العدو المتربص، فقاده ذلك إلى أن يسأل الله تبارك وتعالى العافية في أمر دينه ودنياه، ويسأله أن يحييه حياة السعداء. وقد صح عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه كان يستعيذ بالله من جهد البلاء ودرك الشقاء وسوء القضاء وشماتة الأعداء ومنقلب الظالمين مهما طالت مدتهم، فإنها إلى خراب وخسران. كما قال سبحانه وتعالى: ولا تحسبن الله غافلا عما يعمل الظالمون إنما يؤخرهم ليوم تشخص فيه الأبصار مهطعين مقنعي رؤوسهم لا يرتد إليهم طرفهم وأفئدتهم هواء. وقال ربنا تبارك وتعالى في محكم تنزيله بعد أن ذكر فرعون وجنده، قال سبحانه: كم تركوا من جنات وعيون وزروع ومقام كريم ونعمة كانوا فيها فاكهين كذلك وأورثناها قوما آخرين. اللهم إنا نعوذ بك من جهد البلاء ودرك الشقاء وسوء القضاء وشماتة الأعداء. اللهم إنا نسألك حياة السعداء وميتة الشهداء والنصر على الأعداء ومرافقة الأنبياء يا رب الأرض والسماء. اللهم إنا نسألك من الخير كله عاجله وآجله ما علمنا منه وما لم نعلم، ونعوذ بك من الشر كله عاجله وآجله ما علمنا منه وما لم نعلم. اللهم إنا نسألك من خير ما سألك منه نبيك وعبدك محمد عليه الصلاة والسلام، ونعوذ بك من شر ما استعاذ منه نبيك وعبدك محمد عليه الصلاة والسلام.
اللهم إنا نسألك من الخير والهدى والبر والعافية في الدنيا والآخرة برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم فرج هم المهمومين ونفس كرب المكروبين واقض الدين عن المدينين واشف مرضانا ومرضى المسلمين واغفر لموتى المسلمين أجمعين. وسبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك.